يا مدام انت حامل في ولد. ايه؟ ولد؟ قال لي ايه ده، هو انت زعلتي؟ غريبة، ده كل الناس بتفرح لما يبقوا حاملين ان هما تعرف ان هي حامل في ولد والكلام ده. لا انا وضعي مختلف. طيب شكرا. المهم برضه اتضايقت اوي، وانا بقى عمالة اقول لا، انا كنت عايزة ابقى حامل في بنت. وبقيت افكر انا المفروض اعمل ايه. جت في بالي فكرة، واني انا في الوقت ده ممكن مثلا اجيب بنت من الملجأ واحطها مكان ابني، او اقول ان انا مثلا جبت توأم والكلام ده كله، وابقى جايبة بنت فيهم من الملجأ. بس في نفس الوقت مش عارفة وخايفة، وفي نفس الوقت خايفة ان الدنيا دي كلها تقلب عليا، فانا مش عارفة اعمل ايه. ارجوكم قولولي اعمل ايه. دي المشكلة اللي جاتلي النهاردة من صاحبة المشكلة على رسائل الصفحة، وزي ما انتوا سمعتوا مشكلتها بالظبط. مبدئيا كده، لا طبعا اوعي تعملي كده، وبلاش تخلي الفلوس تزغلل عينيكي بالشكل ده، لان للأسف الفلوس في اوقات كتيرة بتكون لعنة جدا على صاحبها. ايش ضمنك ان انتي لما تعملي كده وتبني حياتك على كذبة؟ طب هيجي في يوم من الايام كذبتك دي هتتعرف، وساعتها هتطلعي واحدة كذابة، وساعتها هتنزلي من نظرهم جدا، وساعتها هتلاقي نفسك ان انتي بتخسري مكسبتيش، وكل الناس مش حدش فيهم هيبقى عنده ثقة فيكي، لانك هتعملي حاجة كبيرة قوي زي دي. يبقى استحالة، ما ينفعش ان انتي تعملي كده، حرام. ما ين... اللي يتبني على باطل فهو باطل. اي حاجة هتتبني على كذبة نهايتها هتبقى وحشة. الكذب في الاخر ملوش رجلين، الكذب في الاخر هيبقى مؤذي ليكي وهيبقى مؤذي على جوزك. طب ما هو كده كده جوزك هيبقى ليه حق في الورث بتاع ابوه، وهيبقى ليه حق في الفلوس دي كلها، فانت ليه تبصي بالطريقة دي؟ طب نفترض ان انت فعلا عملتي اللعبة دي، وفعلا الدنيا مشيت تمام واتكتب الفلوس دي للبنت اللي انت هتجيبيها من الملجأ. طب مش ممكن انتي تاخدي الفلوس دي وتقومي صرفتيها على مرضك، او على حاجة وحشة جدا فيكي، او تقعي في مصيبة او تقعي في مشكلة وتلاقي نفسك خسرتي كل الفلوس دي علشان خاطر انتي طمعتي، وعلشان كنتي انانية وفكرتي بطريقة للأسف ما كانتش تنفع. فاحنا لما نيجي نفكر في حاجة لازم نبص للجوانب، الحاجات اللي ممكن تعود علينا. هيعود علينا حاجات سلبية وحاجات حلوة، هيعود علينا ده وهيعود علينا ده. فالمهم